التسقيف اللي سمعته ده تسقيف اغلبيه ولا اجماع؟ الو اغلبيه كده لو سمحتوا يا شباب، يعني تقعدوا مكانكم، في ميكروفون هيوصل لكل واحد فيكم وهو قاعد في مكانه. طيب عشان بس نسمع بعض. حضرتك منورنا هنا في الجامعه بتاعتنا بالذات في كليه الطب، ويا رب ربنا يوفقك. الفرقه لو سمحت. انا وسام محمد مصطفى، سنه رابعه طب هنا جامعه المنصوره. حضرتك نورت الجامعه وكليتنا بصفه خاصه، ويا رب دايما ربنا يوفق مصر اللي فيها الخير مع حضرتك او مع اي حد، ربنا يوفق مصر اللي فيها الخير. انا بس حضرتك هسال في نقطتين بسرعه. حضرتك اتكلمت عن كذا جانب بس نسيت او حضرتك اغفلت جانب الامان، الشرطه واللي بيحصل في البلد. عايزين رأي حضرتك هتعمل ايه في هيكله الشرطه؟ هترجع ازاي الامان اللي انا شايفه رقم واحد قبل اي حاجه، ان الواحد يكون عايش في بلده امين. لو الواحد ما كانش فيه امان في بلده مش هيقدر يعمل اي حاجه تاني. اشكرك يا وسام. الامان في مصر حق الناس كلها وسهل جدا تطبيقه لو في اراده سياسيه، لان مصر يبقى فيها امان ودور واضح للشرطه المصريه هيتحقق. عاوز اقول لكم يا شباب 51% من مشاكل بلدنا يتحل بكلمه واحده، الاراده. اذا توفرت اراده هنحقق. الامن اراده، والدليل على كده احنا شايفين مظاهر بتشعر وسام وكل الناس بافتقاد الامان، ومع كده لما جت انتخابات مجلس الشعب ما حصلش ولا حادثه فيها. معنى كده ان لما توفرت اراده حققنا امان في وقت كنا محتاجين فيه الى قوات مهوله للسيطره على الشارع وعلى لجان الانتخابات. اذا توفرت اراده هنعمل امن. احنا محتاجين نعيد بناء جهاز الشرطه في مصر باعتباره جهاز يحترم شعاره من خدمه الشعب. محتاجين نرفع كفاءته الاحترافيه في ادائه لمهمه الامن. محتاجين نراجع طرق التدريس لضباط الشرطه. هل احنا محتاجين نقعدوا 4 سنين وياخدوا لسانس حقوق، ولا محتاجينهم يبقى عارفين من القانون ما يمكنهم من اداء عملهم، لكن مهمتهم يعرفوا ازاي يصونوا الامن ويبقوا محترفين فيه. واعتقد ان الامان في الشارع المصري اذا وجد رئيس عاوز امان هيبقى فيه امان فورا. الشرطه المصريه تستطيع في وجود رئيس يطلب منها تحقيق هذا الامان ان تحققه، لكن انا عاوز امان مش على حساب حقوق الانسان. عاوز امان مش باني اطلق قيادة الضابط عشان يهين المواطن. هو يحقق الامان وهو بيحترم كرامة كل مصري في الشارع واسم الشرطة. في مسؤولية شعبية ان احنا ندعم جهاز الشرطة عشان كمان يؤدي هذا الدور ما دام ملتزما بسيادة القانون وبحقوق الانسان. ما فيش حد فيكم يتصور ان الامن معضله كبرى في مصر. الامن قابل للتحقق فورا، وطبعا هو في الاولويات، لان الاكل والامن اول ما ينبغي لحاكم ان يلتفت اليه. الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف، ان نطعم انفسنا من جوع وان نؤمن انفسنا من خوف. هذا ما تعلمناه من قرآننا، ودي أهم مسؤولياتنا تجاه أنفسنا وأهم واجبات الحاكم أمام الشعب. هذه مسألة ميسورة إذا توفرت الإرادة. أما المجلس العسكري فأنا رأيي إن المجلس العسكري بعد تسليم السلطة لرئيس الجمهورية، أنا من الذين يؤمنون بأن الجيش المصري، القوات المسلحة المصرية، لابد أن تكون في محل احترام ومحبة ودعم الشعب المصري وأي سلطة حزبية أو سياسية، وبالتأكيد رئيس الجمهورية. عاوزين نحافظ على جيشنا. أما المجلس العسكري فطوال الفترة الانتقالية
اخطأ مرتين. اخطأ في اطالة مدى هذه الفترة الانتقالية، وده كلام ممكن نتفاهم فيه او نعذر فيه او نتفاهم. واخطأ خطأ لا حل له الا بمحاكمات عادلة. سقط شهداء وجرح جرحى واهين الكرامات في هذا الوطن، وهؤلاء جميعا لا يملك احد الا اولياء الدم التنازل عن حقوق الشهداء. ولهذا اذا كان المجلس العسكري مسؤول سياسيا عن ما وقع تحت سلطته، فلا بد من محاكمات عاجلة شفافة عشان المسؤولية الجنائية ايضا تتم اذا كان احد منهم قد ساهم فيها كما تبني المحكمة. عشان كده انا باختصار بقول دايما انا مش مع الخروج الامن، انا مع الخروج العادل للمجلس العسكري.